تتكون الطبقة الخارجية للأرض المعروفة باسم الغلاف الصخري من عدد من الصفائح التكتونية الكبيرة أو الحواف، تتحرك لتكون إما متباعدة عن بعضها أو مصطدمة أو منزلقة عبر حدودها. ما يجعل الزلازل مدمرة وجود تحركات عنيفة وقوية في الصفائح التكتونية، وتتسبب هذه القوة في هزات أرضية تبعاتها تختلف حسب اختلاف قوة التصادم. ولأن تركيا تقع بين لوحين متصادمين هما لوح شمال إفريقيا ولوح منطقة أوراسيا، فالزلازل تحدث عادة عند تقابل هذين اللوحين وتحركهما، ويسمى الاصطدام عملية الاندساس. على مر الأزمنة تشكلت أحزمة زلزالية أبرزها وأشهرها الحزام الناري، ويمتد على طول 40,000 كيلومتر من تشيلي إلى المكسيك، مرورا بالساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الأجزاء الجنوبية من ألاسكا، ثم يمتد ليشمل اليابان والفلبين وغينيا الجديدة ونيوزيلندا. يشبه حدوة حصان، ويسمى حزام النار لأنه يضم أكثر من 450 بركانا، ويحدث فيه نحو 80% من زلازل الأرض الأعنف في العالم، بينها زلزال تشيلي الكبير عام 60 من القرن الماضي. الحزام الآخر هو الحزام الألبي، ويقع في منطقة تمتد لأكثر من 15,000 كيلومتر من جاوا وسومطرة في أندونيسيا نحو المحيط الأطلسي، ويعبر جبال الهيمالايا وجبال إيران والقوقاز والأناضول والبحر الأبيض المتوسط. في هذا الحزام تقع نحو 17% من أكبر الزلازل في العالم، وشهد أكثر الزلازل تدميرا مثل زلزال باكستان عام 2005 وزلزال إندونيسيا المدمر عام 2004. من أبرز الدول المهددة بالزلازل في هذا الحزام كل من تركيا والهند وكازاخستان ودول جنوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ودول الشرق الأوسط مثل سوريا ولبنان ودول شمال إفريقيا ومصر. الحزام الثالث هو حزام منتصف الأطلسي، ويمثل منطقة التقاء الصفائح القارية، ويحدث في عمق المحيط وبعيدا عن الأماكن الحضرية، مسؤول عن 3% فقط من الزلازل الكبيرة، إذ أن أغلبها صغيرة، لكن أيسلندا كمثال تعرضت لزلازل كبيرة بلغت درجتها نحو 7 درجات. يتوقع الخبراء تكرار الزلازل في مناطق أخرى لأنها تقع ضمن حزام زلزالي على غرار تركيا، ويطالبون بالاستفادة من تجارب دول كاليابان ومن التكنولوجيا الحديثة في بناء المباني وتصميم الطرق والمرافق العامة لتناسب الطبيعة الجيولوجية.